يا صباح الخير. آه الأول عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. احنا خلاص اهو داخلين على العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يتقبل من الناس اللي بتحج السنة دي ان شاء الله، وربنا يجعلنا من الناس اللي مكتوب لها ان هي تحج، ان كان السنة الجاية او في السنين اللي جاية لو ربنا ادانا العمر. الفيديو ده انا عاملاه عشان بوثق فترة جاية من حياتي. انا دايما بنصح الناس بالايجابية والتفاؤل والمحاولة والسعي، بس احيانا مش دايما بنبقى كده، مش دايما بنبقى في الصورة دي، مش دايما بنبقى في صورة إيجابية، مش دايما بنبقى في أحسن حالاتنا، مش دايما بنبقى مبسوطين وسعداء والدنيا جميلة حوالينا. حتى الناس اللي بتدعو للإيجابية والتفاؤل زي حالاتي كده بتمر بلحظات وقوع ولحظات انهيار ما يعلم بها إلا ربنا. فأنا الفترة دي بوثقها علشان ارجع لها وافتكرها ان شاء الله، واقعد اضحك على الايام دي. الله اكبر، الله اعظم، اقامة صلاة الظهر. سامعين معايا؟ لا اله الا الله. ما كانش ينفع اتكلم والصلاة تقام. بوثق الفترة دي، ومهمة ليه؟ من وجهة نظري هي قد تكون غير مهمة بتاتا بالنسبة لناس كتير، ولكن مهمة للناس اللي بتعيش المرحلة السنية بتاعتي وبتمر بالظروف بتاعتي وبالأحوال بتاعتي. أنا سبت الشغل نقول أول امبارح. يعني ده آخر شغل أنا اشتغلته بعد ما قعدت 14 سنة في مكان ما. اشتغلت في شغل تاني في مكان ما وسبته اول امبارح، او بمعنى اصح هم اللي ادوني استمارة 6، او نقول ثانك يو ليتر. ده ما بيقللش مني في اي حاجة خالص. اختلاف وجهات النظر، اختلاف طريقة العمل، اختلاف في حاجات كتيرة، ده لا يعيبهم في شيء ولا يعيبني ايضا في شيء، عشان بس الدنيا تبقى واضحة. انهارت، اكيد انهارت. ومنهارة لسه على فكرة، يعني الموضوع لسه ما عداش، ولكن يقيني في ربنا كبير، وإيماني في الله سبحانه وتعالى كبير، إن ربنا دايما بيعمل الخير للإنسان في كل لحظة وكل خطوة في حياته. فمش معنى ان انت تقع ان الدنيا انتهت. انا الكلام ده بقوله ليك وبقوله ليا. مش معنى ان يحصل لك عثرات ووقعات وعليك اقساط وعليك ديون وعليك قروض وعليك مصاريف جامعات وعليك مصاريف مدارس وعليك مصاريف ايجارات وكذا وكذا وكذا. يعني خد المواضيع بالراحة، اهدى، ازعل مع نفسك، خد لك نص ساعة، ساعة، خد لك يوم، يومين، ان شاء الله اسبوع، بس لازم ترجع تقوم تاني وترتب دماغك. فلازم تقوم لما تسيب بقى شغل، تحصل عندك دروب في اي حاجة في حياتك، تقوم بعد فترة الانهيار بتاعتك اللي تاخدها وتسمح لنفسك انك انت تنهار فيها، ان انت تلم اشلاءك من اول وجديد، تقعد مع نفسك كده وتفكر هتعمل ايه، هتسوي ايه، معاك كام، هيكفيك قد ايه. انا معايا الحمد لله ستر ربنا. همشي دنيتي ازاي، هعمل ايه، تدابير بقى ربنا ييسرها من عنده. ولكن تقعد بالورقة والقلم وتقعد تحسب عليك ايه وعايز تعمل ايه وتمشي امورك ازاي، تعمل ابديت للسي في بتاعك، تبتدي تدخل على مواقع التوظيف. اقدر اساعدكم فيها لان انا شغالة في الموضوع ده فترة. لو انتوا احتجتوا تعمل ابديت للسي في، تقدر تعملها على مواقع كتير، واقدر برضو اديكم مواقع كتير تساعدكم في موضوع
في موضوع السي في وانك انت تعمل ليها ابديتنج وتظبطها ازاي. مواقع كتيرة والناس اللي بتساعد كتير، تقدروا تدخلوا على الاكاونت بتاعي على لينكد ان. لان انا حاليا في سعي مستمر ومستميت ان انا ادور على شغل، وحاجة تتناسب مع امكانياتي وحاجة تتناسب مع مستوايا وحقق الثقافي والعلمي والأكاديمي وخبراتي. ف يعني الواحد في سعي مستمر، فبالتالي لما بلاقي قدامي وظيفة ما شايفة ان هي كويسة، هتلاقوني بنزلها دايما على لينكد ان للناس علشان اساعد بيها الناس. فهو لان هو ايه، ساعد علشان ربنا يساعدك، ساعد عشان تتساعد. ربنا يجعلنا دايما من الناس اللي بتقضي حوائج الناس وبتساعد الناس، اللهم امين. واكيد اكيد لو انت بتعمل الخير ربنا هيوقف لك ولاد الحلال والخير في كل مكان وفي كل مجال. الفترة دي هلاقي شغل، هتلاقوني منزلة الوظائف واعلانات الوظائف اللي هنزلها. هعمل انترفيو وهبقى ريكومندد ليكوا في الاماكن اللي انا هروح اعمل فيها انترفيوهات لو هم محتاجين حاجات تانية. قد اتقبل وقد ما اتقبلش، مش هو ده، كل واحد ليه صفات معينة وخصائص معينة بيطلبوها في الوظائف. ده ما يقللش منك ابدا ولا يقلل من مستواك. ما تتضايقش، ما تزعلش، لان ربنا دايما بيبقى كاتب لك الاحسن في المكان الاحسن. فما تتضايقش اطلاقا ولا تزعل انك انت ما اتقبلتش في الوظيفة دي، تقدم تاني وتالت ورابع. ما تقولش ابدا ان ما فيش شغل، ما تقولش ابدا سني ما يسمحش، ما تقولش ان انا over qualified او less than the qualified they are asking for. لا، حاول وطور وحسن من نفسك ودخل نفسك في حاجات انت ما تعرفهاش عشان تتعلم منها وتاخد منها experience. تعرف حاجة عن كل حاجة، يبقى عندك knowledge انك انت تقدر تتكلم وتقدر تحاول وتقدر تحسن من نفسك. يا جماعة حسنوا من أدائكم. ومن لا يتقدم بيحصل له ايه؟ بيتقادم. من لا يتقدم يتقادم. تشير اب. الفيديو ده تشجيعي ليا وليكوا. هبقى اوثق اللحظات وانا بعمل ايه ورايحه فين وجايه منين وبعمل ايه. والنهارده كنت في المكان الفلاني. ممكن ما اجيبش اسم المكان لان ما ينفعش طبعا اقول الاماكن اللي انا بروحها، بس هقول ان انا عملت انترفيو في مؤسسه كذا مش عارف ايه، من غير ذكر اسماء، لان ما ينفعش الواحد يذكر اسماء بحاجه عشان ما تبقاش دعايه بقى، ان كانت دعايه ايجابيه او سلبيه للمكان. لا، انا بتكلم في المجمل العام والمطلق. ان في اي سن تمشي من شغلك يمشوك من شغلك. الدنيا ما اتقفلتش، الدنيا مفتوحة قدامك. تدور في مجالات تانية، توسع المدارك بتاعتك. ما تقولش الدنيا قفلت، تنهار. تسعى على قد ما تقدر وتحاول وتشوف معارفك وتشوف ناسك وهنا 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 وهنا. والله يدبر الأمر، دايما ربنا بيدبر الأمر. وشكرا لكم.